سنة 1969 كان في شاب آسيوي عايش في أمريكا بيعاني من الفقر والرفض والعنصرية، وفي ليلة من ليالي الإحباط قرر يعمل حاجة غريبة جدا. جاب ورقة بيضة وكتب رسالة سرية لنفسه كان في مضمونها: أنا هكون أول نجم آسيوي خارق في تاريخ أمريكا، وبحلول سنة 1980 هيكون معايا 10 مليون دولار. والشاب ده كان بروسلي، والرسالة دي اتحققت بالحرف قبل السنة اللي كان مخطط لها، لأن المنتاليتي أو العقلية اللي كتبت الرسالة دي كانت هي المحرك اللي غير التاريخ كله. السلام عليكم، أنا سيف عادل، وده فيديو جديد من قناة عقلية. السؤال هنا: ليه في ناس بتوصل للقمة المطلقة وناس تانية بتفضل مكانها؟ هل هو حظ ولا ذكاء ولا فلوس؟ عملت سيرش محترم ولقيت ان في الحقيقة الأبحاث بتقول والواقع بيقول انه لأ، ولا فلوس ولا ذكاء ولا حظ. السر كله بيبدأ من مكان واحد بس. ولقيت ان عقل بروسلي ومارك زوكربيرج وإيلون ماسك عقلهم شغال بسيرفر مختلف خالص عن باقي الناس اللي موجودة معاهم. في الفيديو ده هنكشف مع بعض السبع أعمدة السرية اللي بنوا بيها الإمبراطوريات بتاعتهم، فجهز قهوتك وركز معايا. أول عمود اكتشفته وهو الرياضة والصحة. الرياضة بس مش مجرد الفتنس التقليدي بالنسبة ل1%، بالعكس بالنسبة ل1% الجيم مش مجرد رفاهية خالص ولا مكان بيضيعوا فيهم وقتهم، ده عبارة عن اجتماع عمل إجباري مع جسمهم. خد عندك مثلا مارك زوكربيرج صاحب شركة ميتا اللي بيدير الفيسبوك والانستجرام وبيتحكم في مليارات العقول البشرية. الراجل ده مستكفاش بالرياضة ان هو مجرد يجري بس ويحرك جسمه، بالعكس دخل عالم الرياضة العنيفة، ومش مجرد ان هو بيتمرن بس، لا ده كمان كان بيشارك في البطولات الرسمية. وده بيثبت لك ان مهما كنت انت وقتك مشغول قد ايه، او مهما كنت انت في مناصب عالية، ان الرياضة مهمة جدا عشان تفرغ الحاجات اللي موجودة في دماغك اللي معطلاك عن اتخاذ القرارات الصح. والعمود التاني وهو التعليم المستمر، او ممكن نقول مثلا التحديث الاجباري. لما سألوا إيلون ماسك ازاي شخص بيدرس فيزياء واقتصاد يقدر يبني صاروخ ويسافر للفضاء وينافس مؤسسات عملاقة جدا زي وكالة ناسا مثلا، رد عليهم بكلمتين بس، قال لهم: أنا شخص بقرأ. وهنا بنفهم إن الناجح الحقيقي بيتعامل معاه له كأنه ابليكيشن بالظبط، لو ما عملتلوش أبديت كل يوم هيبقى قديم وملوش لازمة، هيتقفل. وتالت عمود معانا وهو الانضباط. في مقولة شفتها مهمة جدا بتقول ان الحماس هو اللي بيخليك تبدأ، بس الروتين هو اللي بيخليك تكمل. عندك مثلا مارك زوكربيرج مشهور ان في الدولاب بتاعه مفيهوش غير تيشيرت رمادي واحد بس سادة. هل هو مثلا عشان الراجل معهوش فلوس؟ اكيد لا طبعا، هو بيعمل كده عشان يوفر طاقة عقله وما يضيعش تركيزه وعقله ووقته على حاجات تافهة ملهاش اي لازمة. هما بيصنعوا روتين صارم عشان يحموا عقلهم من التشتت. العمود الرابع معانا وهو الكتابة، وهنا كان لازم ارجع للمظلوم تاريخيا والعبقري نيكولا تسلا. تسلا كان بيعاني من حالة بصرية نادرة جدا، كانت الأفكار والاختراعات بتظهر في دماغه كأنه 3D بيتفرج على فيلم، كأنه جوه فيلم، لدرجة إنها كانت بتعمل له تهيؤات بصرية وضغط عصبي كبير جدا. وكان الحل الوحيد عشان يحمي عقله من الجنون إنه يفرغ ده كله على ورقة ويكتب الأفكار، يرسم المجسمات اللي بتيجي في دماغه عشان يفرغ دماغه. والعمود الخامس معانا وهو الوقت. وأنا بدور على النقطة دي بالذات وقعت قدامي جملة عظيمة جدا بتقول ان الفقير هو اللي بيضيع وقته عشان ياخد مكانها فلوس، لكن 1% العظماء اللي احنا بنتكلم عليهم دول بيصرفوا فلوسهم عشان يشتروا وقت غيرهم، عشان هم عارفين ان الوقت العملة الوحيدة هو اللي لو ضاعت منهم مش هيعرفوا يشتروها. عندك مثلا واحد زي إيلون ماسك، ده بيمشي على نظام لإدارة وقته اسمه التايم بوكسينج، وده بيبقى عبارة عن انه مقسم يومه شوية بلوكات، وكل بلوكة فيهم متقسمة ل5 دقايق. يعني مثلا لو هو دخل في اجتماع قعد اكتر من 5 دقايق ولقى ان اكتر من 5 دقايق دول هيضيعوا وقته، هيقوم بدون اي مجاملات، هيقوم يمشي عشان يحافظ على الوقت اللي باقي، عشان هو فاهم القيمة نفسها بتاعت الوقت، وفاهم ان الوقت ده عملة لو ضاعت منه مش هيقدر يشتريها او يحولها بفلوس من اي بنك. سادس عمود وأهمهم هو العلاقات. في قاعدة في البيزنس بتقول إن شبكة علاقاتك هي القيمة بتاعتك في السوق.
الناجحين الحقيقيين بجد فعلا هم مش اللي بيضيعوا وقتهم على القهوة يقعدوا يتفرجوا على ماتش يضيع منهم ساعتين من عمرهم. خلينا مثلا ناخد مارك زوكربيرج مثال مرة تانية. لما كان في بداياته بيواجه مشكلة صعبة جدا في الإدارة، كان بيصمم إن هو يقابل ستيف جوبز ويقعد معاه عشان يفهم منه ازاي بنى الامبراطورية بتاعته، ازاي قدر يتحكم في الإدارة فعلا من غير ما يبوظ الشركة. عايزك تفتكر كويس بقى ان لو انت اشطر واحد في القعدة اللي انت قاعدها مع اصحابك، يبقى انت موجود في اكتر مكان غلط ينفع تبقى موجود فيه. سابع عمود عندنا وهو مساعدة الآخرين. النجاح الأناني بيموت مع صاحبه مجرد ما صاحبه بيموت، لكن النجاح الحقيقي هو اللي بيسيب أثر حقيقي بعد ما يموت. يعني مثلا بيل جيتس خلال مؤسسته الخيرية صرف عشرات المليارات عشان يقضي على شلل الأطفال والأمراض القاتلة اللي موجودة في أفريقيا. وهنا بنفهم إن العطاء مش مجرد إحسان أو شفقة إحنا بنطلعها كده، ده بيخلق للشخص الناجح غاية وهدف يكون له زي البنزين اللي بيخليه يقوم كل يوم الصبح عشان يشتغل أقوى من اليوم اللي قبليه. وفي النهاية السبع حاجات دي مش أسرار مثلا سحرية أو أسرار عسكرية محدش يعرفها، بالعكس دي حاجات مشتركة أصلا بين 1% اللي أنا لسه قايلك عليهم. السؤال ليك أنت بقى، إيه أول عمود أنت هتبدأ فيه من بكرة؟ هستنى ردك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لي لايك وكومنت واشتراك في قناة عقلية عشان رحلتنا في تطوير عقولنا لسه في الأول. سلام.